الأرصاد بتزف بشرى سارة لمحبي فصل الشتاء عن حالة الطقس من اليوم السبت وحتى يوم الخميس القادم. تحب تعرف إيه سر الفرحة اللي الأرصاد أعلنتها لمحبي الشتاء؟ خليني أقول لك إنه مش سر واحد، ده هم 3 أسرار عن حالة الجو من النهاردة السبت لحد يوم الخميس الجاي. وقبل ما أقول لك الأسرار دي ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة. أول سر معانا إن درجات الحرارة بدأت تنزل تدريجي حتى ولو بدرجة بسيطة. القاهرة الكبرى مثلا العظمى فيها هتوصل ل 34 درجة، وده معناه إن الجو بيرجع لمعدلاته الطبيعية في الوقت ده من السنة. والسبب إن في منخفض جوي في طبقات الجو العليا، ومعاه كتل هوائية جاية من البحر المتوسط محملة ببخار المية. يعني باختصار الجو هيبدأ ياخد طابع خريفي أكتر. تاني سر معانا عن الرطوبة. الأرصاد قالت إن نسبة الرطوبة لسه عالية، وده اللي بيخلينا نحس إن الحرارة أعلى بفرق من درجتين ل4 درجات عن اللي مكتوب في النشرة. الرطوبة كمان بتعلى بالليل مع غياب الشمس، وده بيخلي الجو خانق شوية. وكمان في شبورة مائية بتتكون من الساعة 4 الفجر وبتفضل موجودة في الجو لحد الساعة 8 الصبح على الطرق اللي رايحة وجاية من شمال البلاد، وخصوصا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. وأحيانا هتكون كثيفة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة. أما السر الثالث فهو إن التغيير الكبير هيبان من بكرة لحد إن شاء الله. الأرصاد بتقول إن الحرارة هتنزل في معظم المحافظات، والسحب المنخفضة هتظهر الصبح على المناطق الشمالية خصوصا القاهرة ومدن القناة. كمان الرياح هتنشط بالليل وده هيساعد على تلطيف الجو أكتر. بس خد بالك، في تحذير للملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج السويس بسبب رياح سرعتها ما بين 30 و 50 كم في الساعة، وأمواج ممكن يوصل ارتفاعها لمترين ونص. وعشان الصورة تبقى أوضح خليني أديلك شوية نصايح سريعة. لو بتنزل بدري الصبح خليك واخد بالك من الشبورة المائية خصوصا لو سايق. لازم تقلل السرعة وتسيب مسافة أمان بينك وبين العربيات اللي قدامك. كمان في الأيام اللي الحر فيها عالي بالنهار والرطوبة عالية حاول تشرب مية كتير وتلبس لبس قطن خفيف. ولو بتشتغل في أماكن مفتوحة أو بتتحرك كتير بالنهار اختار الأوقات اللي قبل الظهر أو بعد العصر عشان الشمس ما تكونش قوية. أما بالنسبة للناس اللي بتحب تخرج بالليل فهيلاقوا الجو ألطف مع نشاط الرياح اللي هيكسر الإحساس بالحر. الخلاصة الجو هيبدأ يدخل في مرحلة الخريف بهدوء من النهاردة لحد يوم الخميس، ومع نزول الحرارة تدريجيا الناس اللي بتحب الشتاء يقدروا يقولوا إن البشاير بدأت. في نهاية الفيديو ما تنساش زي ما قلت لك تعمل لايك وشير للفيديو وتتابع صفحتنا عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة أول بأول.